هل تتخيل إن في تمثال فرعوني صغير يخوف علماء إنجلترا كلها؟ مش لأنه في جن ولا لأنه بيتكلم، لكن لأنه بيتحرك لوحده. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. القصة بدأت في متحف مانشستر لما موظف الأمن لاحظ حاجة غريبة: تمثال صغير عمره أكتر من 4000 سنة اسمه نيب سنو كان بيتحرك ببطء طول اليوم من غير ما حد يلمسه. في الأول الناس افتكرت حد بيهزر، لكن لما ركبوا كاميرات مراقبة شافوا التمثال وهو بيلف حوالين نفسه 180 درجة في اليوم. مفيش حد قرب منه ولا اهتزازات في الأرض، حتى العلماء وقفوا حيارى. في ناس قالوا إن روح صاحبه لسه فيه، وإن التمثال بيتحرك كل ما حد مش مؤمن باللعنات يقرب منه. لكن التفسير العلمي قال إن الاهتزازات الدقيقة اللي بتحصل من خطوات الزوار هي اللي بتخليه يلف ببطء. بس السؤال الحقيقي: ليه التمثال ده بس اللي بيتأثر بالاهتزازات رغم إن حواليه تماثيل تانية من نفس المادة وما بتتحركش أبدا؟ في النهاية محدش قدر يفسر الظاهرة دي لحد النهاردة، بس اللي يزور المتحف بيحلف إنه حس إن التمثال بيبص عليه. لو عجبك الفيديو دوس على اللايك وما تنساش الاشتراك في القناة، ولو عندك قصة حلوة اكتبها لنا في الكومنت، ممكن تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.